مساء الفل على كل الناس. وبعض الاحداث والاخبار اللي دايره في الوسط الرياضي امبارح والنهارده حبيت ان انا اتناقش فيها سريعا مع حضراتكم. اول خبر يخص حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي وصفقه انتقاله نادي الوكره القطري. طبعا القصه وما فيها زي ما احنا عارفين وقرينا وسمعنا ان حمدي فتحي كان جاله عرض من نادي الوكره القطري، استقر الناديين الاهلي والوكره على 3 مليون دولار قيمه انتقال اللاعب لنادي الوكره، والصفقه كانت خلاص على وشك الاتمام. جد جديد فيما يخص نسبة الرعاية اللي نادي انبي المفروض ياخدها من صفقة الانتقال دي 20%، يعني 600 ألف دولار. فالنادي الأهلي لقى إن 600 ألف دولار من 3 مليون، يعني في الآخر اللي باقي 2 مليون 400، لا يناسب طموحات النادي الأهلي ولا يناسب قيمة اللاعب، اللي خصوصا حمدي فتحي أحد الأعمدة الرئيسية في النادي من ساعة ما انتقل للنادي، هو أحد أهم اللعيبة في النادي. فالنادي الاهلي شايف ان 2 مليون و400 لا تلبي طموحه تماما في الصفقه، وبيطالب نادي الوكره انه لا اتحمل انت نسبه نادي انبي. نادي الوكر طبعا لا، مش عايز كده، عايز ان ال 600 دول يبقوا من ضمن ال 3 مليون والاهلي يدفعهم للنادي انبي. فالصفقه بعد ما كانت خلاص على وشك الاتمام اتعقدت، وممكن في خلال 24 ساعه دي يا اللاعب نادي الوكر يتحمل النسبه دي اللي هي ال 20%. النادي الاهلي مصر ان انه ما يدفعش 600 الف دولار نادي انبي. فيا اما نادي الوكر يقول ماشي انا هدفعهم وخلاص بجمله الصفقه، يا اما حمدي فتحي هيبقى معزز مكرم في ناديه اللي صنع نجوميته من ساعه ما انتقل له في 2019. ده اول حدث. تاني حدث اللي بنسمعه بقى اتكرر معانا كتير يخص الكابتن هاني سعيد مدير الكوره في نادي انبي، اللي طبعا كل شهر الاهلي عامل له زنزان في دماغه ولازم يطلع يلقح عليه. القصه وما فيها ان الكابتن هاني طلع النهارده قال احنا لقائنا في كاس مصر في دور 16 يوم 21، وانا مش شايف داعي للاستعجال في لعب هذه المباراه. احنا هنلعب في دور ال 16 في حين ان احد الانديه الاخرى ما لعبش حتى دلوقتي دور ال 32 اللي هو النادي الاهلي طبعا. طيب طبعا الكابتن هاني المسيدة عارفين النادي الاهلي ما كانش قاعد مأجز وعامل معسكر مغلق بره مصر. النادي الاهلي كان عنده ارتباطات افريقيه لسه خلصانه الاسبوع اللي فات، توجد بحصوله على النجمه ال11 واللقب الغالي، في حين نادي بيراميدز طلع طبعا من الادوار الاولى من بطوله الكونفدراليه. فمش ذنب النادي الاهلي انه مكمل، يعني النادي الاهلي كمل فطبيعي انه اتاجلت له بعض المباريات. زائد ان النادي الاهلي مش انت مش تلعب يوم 21 النادي الاهلي هيريح، الاهلي تاني يوم على طول يوم 22 عنده لقاء في الدوري المصري مع حرس الحدود، فيبقى انت هتلعب 21 هيبقى 22. ف يعني مفيش اي مؤشرات لمجامله النادي الاهلي، نفس الضغوط الاهلي بيتعرض لها، في حين النادي الاهلي كانت ضغوطه اكتر لان النادي الاهلي كان عنده دوري الابطال مباراه ورا مباراه ورا مباراه، في حين انت كنت مريح او بتلعب مباريات في الدوري المصري هو لا يقارن بالوداد والرجاء والترجي. تاني حاجه هو انت يا كابتن هاني ليه شايل الاهلي فوق دماغك وزاع يعني انت من ساعه ما توليت المسؤوليه كمدير كره في نادي بيراميدز وتقريبا شغلتك ملقحات على النادي الاهلي، ما بيعديش شهر الا وتلقح على النادي الاهلي. طب ما انت يا اخي بتلعب مع نادي الزمالك بيطرد لك لعيبه في اول المباريات، بيبقى في ظلم تحكيمي واقع عليك. نادي الزمالك لما بيبقى اجل مباراه ما بتتكلمش ولا بتفتح بقك، ما بتطالبش ابدا ان تحكيم اجنبي لمباراتك مع نادي الزمالك، في حين النادي الاهلي انت دايما شايله فوق دماغك وزاعل، لا انا عايز العب معاه بحكام اجانب، لا انا عايز زي كاس مصر اخد نسبتي في عدد الجماهير مع انك انت مالكش جمهور، لا ده النادي الاهلي مؤجل له مش عارف ايه وانا بلعب. ليه دايما حاطط الاهلي قدامك على طول ودايما شايله زاع من ساعه ما انت كنت بتلعب فيه زمان وكنت من الناشئين بتاعه وهربت؟ ليه دايما كاره النادي الاهلي؟ يعني انت اصلا اللي هربت فشايل ليه من النادي الاهلي كده، والغل والسواد قتلك يعني. ليه على رأي استاذ عمرو عبد الجليل كده الواحد من ناحيته كده اللي هو ايه ما بحبوش الواد ده. يعني انت يا كابتن هاني عندك قدرات ماديه وعندك قدرات فنيه، عندك لعيبه كبيره في الفرقه يخلوك تنافس على بطولات بقوه، تحصد بطولات. فبدل ما تشوف الاسباب التقصير عندك لا انت بتحاول تفشل غيرك، يعني مش بتبص على اللي غيرك ده نجح ازاي وتحاول تقتدي بيه، لا انت الحقد والسواد قتلك وبتحاول تذم في غيرك وتبخس في انجازاته وتلمح دايما انه بيجامل بتحكيم او بيجامل في مواعيد مباريات. فيعني ربنا يهديك والله يا كابتن هاني. بس احنا بقت عينات كتير قوي من كابتن هاني سعيد، يعني بقى في عينات كتير قوي منه. نفس الكلام يخص
فيما يخص صفقات نادي الزمالك، طبعا في كلام كتير قوي طالع النهارده وامبارح ان في صفقات عالميه رايحه نادي الزمالك. الكابتن الهبدور خالد الهبدور او كابتن ميزو طالعين بيقولوا الزمالك على وشك اتمام صفقات جباره مع لعيبه عالميه من هنا ومن هنا، من شمال افريقيا ومن جنوب افريقيا ومن غرب افريقيا وشرق افريقيا. كلام عن عمر السومه، اللاعب الكبير هداف نادي الاهلي السعودي المعار النادي العربي القطري، لاعب كبير طبعا، لعيب هداف كبير، وهو هو كبير سنا وكبير فنا، يعني كبير سنا ومقاما بصراحه، لعيب كبير ما حدش يقدر يشكك فيه يعني. بس ده لعيب بياخد اجر عالي جدا، يعني مرتب عمر السومه كبير جدا، زائد ان النادي العربي اللي هو معار ليه عايز يشتريه، يعني يفعل بند الشراء، لكن الاهلي السعودي معترض على قيمه الصفقه. كلام كمان عن الزمالك بيفاوض حسين الشحات. نادي الزمالك يعني اللي هو ايه بيصطاد في الماء العكره، سامع ان في بعض التعقيد في صفقه في تجديد العقد مع النادي الاهلي بين حسين الشحات والنادي الاهلي، فانا ايه داخل بصطاد في الماء العكره. ما عندناش مشكله على فكره، يعني انت بتتكلم ان في كلام ان حسين الشحات الزمالك مقدم له عرض هيديله 30 مليون جنيه في السنه. وكمان ايه بقى، مش دي بقى القصه بس، لا دي الحاجه الثانيه ان هو ايه بدون نسبه مشاركه، يعني الخلاف اللي داير بين النادي الاهلي على الكلام اللي بنسمعه وحسين الشحات يخص نسبه المشاركه. حسين الشحات عايز ياخد عقده ايا كان الرقم اللي هياخده السنوي، ملوش علاقه بنسبه المشاركه. بند المشاركه ده اللي هو ايه، يعني ايه، ان الناس اللي ممكن ما تكونش عارفه الموضوع، ان مثلا في نسبه في العقد بتاع 20% 15%، النسبه دي لو اللاعب شارك في كل المباريات بياخد النسبه كامله، لو شارك في بعض المباريات النسبه دي بتقل حسب عدد المباريات اللي بيشاركها. فحسين الشحات شايف انه اتاذى جدا في فتره بيتسو موسيماني، انه في مباريات كتير كان قاعد احتياطي، فحسين الشحات اتاذى شويه في الموضوع ده، زائد كمان انخفاض قيمه العمله طبعا عامل شويه زنزان في عقول اللعيبه. فحسين الشحات عايز يجدد عقده مع النادي الاهلي، بس ياخد نسبته كامله، شارك ماتش، شارك 10، شارك 100، ياخد المبلغ السنوي بتاعه بالكامل. فلسه في شد وجذب من النادي وحسين، ان شاء الله المفاوضات تتكلم بالنجاح. نادي الزمالك بقى دخل على الرادار ده، ان هو ايه، لا يا حسين تعالى اديك 30 مليون جنيه في السنه ومالكش يا سيدي دعوه بنسبه المشاركه، يكش حتى ما تشاركش خلاص هنديك الفلوس. مفيش مشكله، كل نادي حقه انه يقدم عرض للاعب زي ما هو شايف، يكش تديله 100 مليون جنيه. الغريب بقى انت هتجيبه منين يا زمالك؟ يعني انت هتجيب منين اجر عمر السومه، راتب عمر السومه او عقد عمر السومه؟ هتجيب منين المبلغ بتاع حسين الشحات؟ في حين النهارده رئيس الزمالك المعزول طالع في المحكمه بيقول ان احنا ودينا الاعضاء رحله لمرسى مطروح ومش عارفين نرجعهم، مش عارف، ما عندنا الشركه اللي هتنقلهم عايزه فلوس واحنا ما معناش فلوس. فانت بأمارة ايه هتجيب السومه وتجيب حسين الشحات وتجيب لوكاكو ومودريتش؟ هتجيبهم ازاي؟ ولا هي تصريحات بس كده للاستهلاك المحلي وخلاص، ومعتمدين ان في نسبه لا باس بها من جمهور الزمالك بتصدق الكلام ده؟ وده برضو فرق في العقليات، يعني ده فرق في العقليات برضو بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك. اداره النادي الاهلي ما بتقولش حاجه لما تكون خلاص على وشك انها تحصل، او خلاص احنا مضينا العقد فاحنا جبنا فلان يا جماعه ومضينا مع فلان، الشركه الراعيه الفلانيه، الشركه الاعلانيه الفلانيه، اللاعب الفلاني، المدير الفني الفلاني، يكون الموضوع خلص. ما بيقولوش كلام استهلاك المحلي ابدا، لا كلام بيكون فعلا اتحقق على ارض الواقع. لكن يعني حتى الكلام اللي داير اليومين اللي فاتوا النادي الاهلي مثلا على موضوع الاستاد، الشركه الالمانيه الاداره نفسها ما كلمتش في تصريح رسمي في الموضوع ده. ليه؟ لان الاهلي ما بيتكلمش غير لما يكون على ارض صلبه، يكون فعلا الموضوع بيتم. لكن نادي الزمالك عقلياته في الاداره هو ده شو بيع كلام وهم للمشجعين البسطاء، وهنجيب لوكاكو وهنجيب فلان وفلان، وفي الاخر بيرسى الموضوع على عمرو السيسي ومصطفى الزناري مع احترامنا الكامل ليهم يعني. فبرضه نفس الكلام اللي قلناه لبيراميدز او الكابتن عين سعيد بنقول لاداره نادي الزمالك، ان انا عشان انجح لازم اشوف الهرم الكبير اللي هو النادي الاهلي ده نجح ازاي، وبدل ما ابخس في انجازاته او احاول ان انا اعمل فتن ومؤامرات عليه، لا اشوف النادي ده نجح ازاي واحاول انجح زيه، بيشتغل ازاي، مش عيب والله اشوف النادي ده نجح ازاي وانجح زيه. غير كده هيفضل النادي الاهلي هو المسيطر على الكره المصريه تماما والباقي كله كومبارسات. احنا عايزين برضو حد ينافس، يعني عايزين الحاجه تبقى صعبه شويه، ما تبقاش متسهله دايما للنادي الاهلي. ربنا يهدي كل الناس ويا رب تكون النصايح دي مفيده لادارات نادي بيراميدز ونادي الزمالك، يعني من العبد الفقير الى الله. السلام عليكم.